السويسي طلع ما بيعرفش. في فاتة معلم ظهر لنا فيديو ويرد جدا. ما بيعرفش. ستوب يا ابني، ايه ده؟ في ست تقول ما بيعرفش برضه؟ اكيد السويسي مش هيوافق على الكلام ده. اخوك عنده بيضتين وقع من بتاع فقش. خير يا معلم، يا رب تكون قصدك على بيض فراخ عادي. بس يعني افرض سويسي واحده معجبه بيك وكده تتفاجئ انك ما بتعرفش، يعني لازم توضح. وبعدين هتاخد واحد ما بيعرفش. هي الحادثه للدرجه دي بقت مسمعه؟ بس يا سويسي يعني بصراحه انا عندي احساس انك بتهزر، يعني عندك بنت وكده، ولا الحادثه دي حصلت بعد ما جبتها ولا ايه؟ انت مش هتصدق يا صاحبي ان انا عامل حادثه وما اقدرش اخلف تاني. فرحان قوي. ما هي يا سويسي من مصلحتك اني ما اصدقش. ايه يا سويسي المنظر ده؟ طبعا علي عرفتها في الصوره حطها في الكومنتات. يعني انا مش فاهم انت مبسوط وانت بتقولها كده ليه؟ بس الامانه يا درش انا حاسس ان بهانه هي اللي فضحتك في الاول. يا مصطفى ما تسيطر بقى شويه، انا مش عايز اتكلم الصبح. وبعدين يعني يا سويسي دي مش اول مره، ورينا بقى العرق المصري هيعمل ايه كده. ابعت حد يفكني يا جدعان. ايه اللي انا شفته ده؟ معلم صريحني، انت مدي الاكونت بتاعك لبهانه تنزل عليه الفيديوهات؟ حاجتين، يا اما هي اللي معاها الاكونت وهي مسيطره، يا اما انت اللي معاك الاكونت وهي برضه مسيطره قوي، يا اما هي عادي اصلا بس انت اللي بتحب تبان كده. ما بتتحسبش كده يا صاحبي. صاحبك ايه بقى بعد اللي انا شفته ده؟ بعدين يعني يا سويسي فكك من اي حاجه، انت في مشكله يا صاحبي، المفروض يعني معلش يعني تحاول تحل الازمه دي، وانا عارف ان معرفتي بيك متاكد انك هتلاقي حل للموضوع ده. يا جدعان في خصم على بدل البني ادمين. بص هو انا مش هسالك هو ازاي بيتباع في السوبر ماركت عادي كده، بس انا عاوز اعرف ايه اكتر حاجه وقعت في نفسيتك يعني بصراحه. اكتر حاجه عن وجعت نفسي لما اشتغلت 120 يورو طول الاسبوع. هما مبلغ قليل. ايه ده؟ استنى كده، 120 يورو في 34 سعر اليورو يبقى 4080 في الاسبوع، في 4 يبقى 16320 في الشهر، على 30 يبقى 544 في اليوم. وعرفنا بالمهرجان بتاع الحمد لله على الفقر والجدعنه. ده انت راجل عيب صحيح. طبعا يعني انت هتقول لي ما بتتحسبش كده يا صاحبي. امال ايه يا عم الحاج؟ شكلك في الصوره دي حوار. اما علي ما يعرفش يقف في الصوره حطها في الكومنتات. بس السويسي يعني بصراحه احلى حاجه فيك انك ما بتتكلمش في امور عائليه وما بتفضحش عيلتك زي ما كتير بيعملوا على السوشيال ميديا. خالتي واكله ورثي وقالت ده كان البط اللي كان بيولد. انا بقيت بحس ان انا لما بقول الجمله بحسدك فبتعمل عكسها، زائد انك بتعند معايا. وبعدين يا سوسي انا عايز اعرف انت شايف نفسك ازاي بصراحه. انا عم كرشه انا كرشه المؤسسه دي بقى يابا، ما احنا خلاص عرفنا اللي فيها. انت خلاص عرفت ان انت مدرسايه. السويسي راح والسويسي جه يا دوب قرص الطرب وشحبطشينو رايح جاي. بس اكيد يعني يا سوسي انت هتبقى مسيطر مع الجماعه في ايطاليا. وانت الصغيره دي انت متجوزه مصر. انت خليت فيها مصر يا درش. بس يا سوسي يعني بصراحه انا بقيت احس انك بتحب الشحبطشينو، عشان انت لما بتخرج مع بهانه بتوديها برضه تشربوا شحبطشينو. انا مش فاهم انا بقول ليه شحبطشينو، هو اسمه نسكافيه يا كابتشينو، ايه شحبطشينو انت؟ واد ده مرض، ده انت مرض والله مرض. عشان معاها تفت قهوه بلبن البط. يلا يا عم الحاج ناقصين لمخه في الكلام. لما نبط يا مصطفى بقى عيب يعني، ده انت راجل متعلم وايه مش متعلم، ده انت راجل مسيطر وايه مش مسيطر، ده انت راجل ايه اللي اتفقع يا معلم. طب انا مش هتكلم. بس يا سويسي فكك من اي حاجه، انت دمك خفيف ودي اكتر حاجه محببه فيك الناس. الكتاب لي كتاب فتلاوه ولا الكتب كتابنا. ابليس كفايه بقى خوف من المجتمع يا سويسي، انت دمك بامان. بس يعني طيب وعمرنا ما شفنا منه غير كل حاجه حلوه. ده قسم الخمور يا جدعان. ستوب بقى، انت دارش يعني بتماركت ليه؟ انا مش فاهمك. بس يا معلمي انا ما بحبش اظلم حد، انا هكمل جايز يكون قصدك حاجه ثانيه. يعني انت ممكن هنا تجيب لك ازازه بيره ب 50 قرش. حضرتك بتقول ايه؟ طب يا سوسي يعني بصراحه احنا متعودين هنا في البرنامج نسمع صوت اي ترند وهو بيغني، فيا ريت يعني تغني لنا حاجه. يا بهانه. انا اسف ان طلبت طلب زي ده. طب يا سوسي يعني بما انك بتنزل 20 فيديو واكتر في اليوم، عندنا فضول نعرف اسعار النت عندكم ايه؟ بدفع 8 يورو بيبقى معايا 250 جيجا طول الشهر. طبعا انت هتقول لي الجنيه جنيه بلده، يعني ما احسبش بالمصري. افهم بقى من كده انك بتدفع 8 جنيه طول الشهر، يعني بتخليني دلوقتي لو معايا خنجرين اجيبهم كده وارشق واحده في قلبي وواحده في الراوتر. طب يعني يا حاج مصطفى احنا عايزين في اخر الحلقه جاي تقول لنا حكمه نختم بيها. احسن حاجه اللي احنا ما نعيش مش عارفين حاجه. زهايمر يعني ولا ايه؟ ما هو ليه اصلا هيعيش مش عارف حاجه؟ طب ما علينا، انا بكرر اسف ان طلبت طلب زي ده. واكيد انا معلم انا مش قصدي سأل السويسي لان هو شاب مكافح وانسان كويس، بس معلم انا بقول لثالث مره اهو ده برنامج كوميدي اجتماعي ساخر. يعني معلمي انا بنقد بعض الحاجات من وجهه نظر، واكيد يعني معلمي ربنا يكون في عون كل واحد في غربه. المح بقى شويه في الكومنتات، اكيد هبقى متاكد ان انت ما شفتش اخر الفيديو، وما تنساش تقول لي اتكلم عن مين الحلقه الجايه. يوم سلام.